ومكملين مع امل عرفتي تربي علشان نقول نصايح للتربيه. ومن التعليقات اللي جات لي منكم ان في بنات او ولاد بيروحوا يسالوا مامتهم اسئله محرجه ومامتهم ما بتعرفش ترد. امل هترد علينا. طيب لاحظي انه سن كبير. طيب 15 سنه فيما فوق. ماشي، بس احنا نرجع شوية تاني، لان في سن صغير تمام ان هو سن من 3 ل6 سنين بيبدأوا يسألوا. مهم جدا يا ولاء في الوقت ده ان ماما ترد على كل الاسئلة وترد عليها اجابة صحيحة وتناسب سنهم. بس في اسئله ما ينفعش نجاوب عليها. ليه؟ بتبقى اسئله محرجه. لا، ما هو دور ماما ان هي تبحث ازاي تجاوب عليها، لان ماما لو ما جاوبتش في حد تاني هيجاوب، والله اعلم الاجابه هتكون عامله ازاي. ولو ولد وهو قريب من مامته ويسال مامته سؤال زي ده هتجاوب ازاي؟ فين دور بابا بقى هنا؟ مش موجود. ما احنا لازم ندي كل الاحتمالات. بابا مش موجود. اه ماما تبحث وتعرف ازاي تجاوب، تيجي عندي تقول لي وانا اقول لها تعمل ايه. بصي يا امل، احنا بنبقى عايزين نقول لكن مش عارفين نقول ازاي او الطريقه اللي نقول بيها. عرفينا انت بقى. طب بصي، احنا قلنا ايه؟ اجابه صحيحه وتناسب سنهم. تمام. طب صحيحه دي ممكن ترميها على اي حاجه تانية، ارميها على الحيوانات. مش هتعرف تسالي مثلا ادي الحيوان فيها كذا وكذا، تقدري تشرحي بكل منطقيه وكل توسع. ارمي الموضوع على اي حاجه تمام غير الانسان، هتقدري تديله معلومه صحيحه وتناسب سنه. بس ده شباب وبنات كبار. انت عارفه دخلت ولادك عامله ازاي؟ كلميهم بالراحه ومفيش كسوف، عشان انت لو ما قلتلوش الاجابه دي وتيجي بعد كده تندمي يا ريتني كنت جاوبته. انا لسه مش فاهمه برضه اجاوب ازاي. بصي يا ولاء، انا بقول في السن ده، في سن المراهقه بالذات، نصيحتي لكل ام ما تكونش ام، تكون صديقه، تكون صاحبه. الام بتؤمر وبتنهي، الصديقه والصاحبه بتنصح. فاهمين؟ هنتكسف نتكلم مع العيال في الكلام ده عشان انت متعوده ان مامتك كسفت تقولك، فانت في حاجات كتير معرفتهاش بحثتي عنها وممكن تكون المعلومات غلط، فليه نخلي ولادهم كده؟ ما تتكسفيش، لا حياء في العلم، خلصت. بصي يا ولاء، هما كده كده بيدرسوا الموضوع ده في اعدادي. تمام. فانت بطريقتك حلوه كده، وانت طريقه الصحاب كلميها ماشي، بتديها كمان على قد سنها، ما تكبريش عشان دماغها ما تلفش. تمام. وحسسيها في الوقت ده انت لو احتاجتي اي حاجه تعالي قولي له، ما تتكسفيش. عشان ما تقعدش تدور. فاكره حته الخوف؟ هيعملوا تمام ويكونوا خايفين من رد فعلك، فعشان كده قلت لك ايه؟ كوني صاحبه، اشرحي لهم الحاجه في كتاب العلوم زي المدرس ما هيشرح لك. بصي هحاول، ولو عطلت هنرجع لك تاني. من الاسئله برضو اللي جات لي ان في امهات مش عارفه تفهم بناتها تعمل ايه لما تجيلها البيريد. قولي لنا يا امل. طيب بصي، احنا عارفين تقريبا كلنا هو وقت البلوغ امتى. تمام. فمفروض انت كماما تكوني ناصحه وذكيه قبل ما الموضوع ده ما يحصل بفتره، تكوني مسبقه. ماشي، وهي تكون برضو فاهمه هتوصل لبنتها الموضوع ده ازاي. كل الامهات بتتخض، عيب، احنا متعودين من الاول المنطقه دي عيب واي تغيرات عيب، انت بنت وعيب. لا، هي تبقى فاهمه الموضوع ده هيحصل ازاي. المفروض هي بتكلمها على جسمها، ودلوقتي انت بقيتي هتبقي جسمك هيتغير في كذا وكذا وهتكوني اجمل، وجسمك دلوقتي حلو بس في حاجات ما تتخضيش لما تحصل. اهم حاجه في الوقت ده ان الطفل في حاجه جديده حصلت غلط. تمام. فبيكونوا مستغربين واحنا بنرد ايه؟ انت كبرتي خلاص. ففي حاجات ما ينفعش تعمليها، لعبك مع ابن عمك بقاش موجود، انت باسلوب الامر. بالظبط. كمان للاسف في حته بيقعوا فيها بيخوفوها من عن طريق جسمها. ممنوع حد يلمسك كذا، وممنوع حد يعمل اوامر اوامر اوامر، وهي انا لسه طفله، انا مش فاهمه. فالموضوع نحسسهم بحب، الحاجه دي طبيعيه موجوده، نحسسها بالامان، لان الاطفال بيكونوا في الوقت ده مستغربين. انا كنت طفله هوب بقيت شابه وجميله وبقيت زي الفنانه الفلانيه، لا انا ممكن اعمل كذا وممكن اعمل كذا. لا، نفهمها بقى ده كذا وكذا وكذا، وده بعد كده لازم نحافظ عليه عشان كذا وكذا، ده اللي بيتفرقك، انت دلوقتي ممكن تكوني ماما نديلها حتى في السن ده بيبحثوا طب هو ليه بينزل، ويبداوا يسالوا طب هو في ايه الفرق ما بين انا كنت طفله وما بين دلوقتي. فانا لازم افهمها الموضوع وازاي نحافظ على المناطق دي وازاي نهتم بيها. ولما اجي لها انا عارفه هفهمها ان هيبقى في تغيرات في جسمك، هتكون متضايقه شويه متعصبه شويه، حتى لو عندها اخوات ولاد ما تتكسفش خالص. تمام. ان في حاجه حصلت. تمام. لا، يا ريت تستحملوا اختكم في الوقت ده. شوفوا انتوا ساعات بتيجوا من بره متضايقين ومتنرفزين، شوفوا بقى هي بتحاول تساعدكم ازاي، تعمل لكم كوبايه الشاي او سندوتش او تيجي تطبطب عليك. في الوقت ده هي محتاجه حد يطبطب عليها. تمام. فهمتي؟ في الموضوع ده احنا بنعلمه لها بحب واحتويها، مش اديلها اوامر لا ومش لا. ايوه، هي المشكله في الاوامر. خوف، بلاش نربي اولادنا على الخوف. تمام. وعيب، انا بسالكم سؤال، كلمه عيب دي معناها ايه؟ يعني احنا ليه بنربي ولادنا على كلمه عيب؟ يعني انا بجد انا بسمع امهات بتقول مثلا من سن 2 و3 عيب 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 عيب. هو ايه العيب؟ ايوه دول اطفال. بالظبط. يعني احنا متربيين على الخوف والعيب والحاجات دي. طيب المفروض حبيهم
انا قلت ايه؟ صاحبيهم في السن ده، لما تشيلي ماما تكوني صاحبه هتنصحي، مش هتدي اوامر ونواهي. تمام. شكرا يا امل على اللي انت قلتيه، وحقيقي انا استفدت منه. نصيحه لكل هقول لك المثلث الذهبي للتعامل مع اولادك: اسبقي، صاحبي، انصحي. والنبي يا امل بعد يوم طويل عريض اللي انت بتطلبيه مني ده اعمله ازاي برضه؟ ما انت هتلاقيه والله، انت الاساس. بصي ابدأي وهتلاقي مجهود. بصي يا ولاء، اللي انت بتزرعي فيهم هتحصديه، فانت شويه هتتعبي عشان هتلاقي، صدقيني هو في وقت ان احنا يعني نفصل ماما عن صاحبتي؟ هنفضل نفصل شخصيات؟ اهو ده المطلوب، لان في وقت ماما يا حبيب قلبي انت. هنحاول يا امل، وانتوا كمان حاولوا معانا واعملوا متابعه الامل باسم عرفتي تربي على كل المنصات. كل متابعين عرفتي تربي اعملوا متابعه لولاء، بتقول معلومات مهمه جدا لكل واحده متجوزه. نشوفكم الفيديو الجاي.